الكسار ظهوره الرسمي كان 1907. في شيء بسيط كده طلع فيه واتذكر خبر وانتهى، لكن الظهور الحقيقي 1916 من خلال فرقه اسمها جوق، نقدر نقول جوق الشرقي لمصطفى امين. طبعا مش مصطفى امين الكاتب، ده كان ممثل بسيط كان مخصص من الفرقه دي، فيجيب علي الكسار ويجيب محمد ناجي، يجيب السيد قشطه، يجيب هو ده المتعهد لدول. تمام. هنا ظهر علي الكسار في اول مسرحيه في هذا الوقت اسمها زقزوق وظروفه، لان ابنه ماجد الكسار ربنا يديله الصحه كتب عن الفكره دي ازاي ان هو كان شغال مع خاله او مع احد الاقارب في او بجوارهم في السيده زينب، لان هو من مواليد السيده زينب، مطاعم وما الى اخره. فكانت المطاعم دي بالذات بتبقى فيها شيء من النوبيين ويشتغلوا، فبدأ ياخد اللهجة وهكذا منهم. فعمل هنا بالمناسبة علي الكسار بشرته بشرة بيضاء عادية. هو اللي كان بيعمل هو اللي كان لابد ان كان يدهن ده، لدرجة ان لما عمل مسرحية الناس كلها فاكرة ان هو اسمر طبيعي. ايوه. فلما افتكر ان هو نوبي، لكن هو نوبي وصعيدي بالظبط. المشكلة ان هو جه في اظن في الثلاثينات عمل مسرحيه اسمها البكاشه، ولاول مره يجي في الاعلان لاول مره سيظهر علي الكسار بلونه الطبيعي دون ان يدهنه بالاسود. ده موجود في الاعلان، فده كان شيء الناس ايه ده معقوله هي دي شخصيته؟ ده طبعا عمل الشخصيه دي عمل فيها يعني شهره معقوله. بدا طيب انا استمر، فعمل حسن ابو علي سرق المعزه. وبدا بقى دوت كان في كازينو دي باري اللي هو كازينو الباريس في القاهره. ظهرت هنا الشخصيه طبعا انتشرت وبقت هي مش قادره تتخلص منها. فهنا عمل الفرقه بقى بتاعته الاساسيه مع ده لسه علي الكسار 25. دي الفرقه المسرحيه اللي هو بيشتغل بيها خلاص سنه 16. في سنه 19 بقى بعد 3 سنين بعد اشتهر عمل فرقه مع امين صدقي. بالمناسبه امين صدقي كان الاهم، يعني كان يقول لك جوك امين صدقي وعلي الكسار. هنا الفرقه دي كانت واحد اسمه كوستا حاجي يناكس، يعني يوناني، اشترى محل او اجر محل اسمه فيسكولاني، ده كان محل اساسا يقدم الاراجوز، وغيره وسماه الماجستيك. وده كان باب الشهره وبالاساس لعلي الكسار. الفرقه بدات 1916، ده اظن كانت مسرحيه القضيه رقم 14. ومن هنا بدا بقى الثنائي علي امين صدقي يالف وعلي الكسار اشتغلوا على شخصيه البربري. ومن هنا بقى ظهرت مجموعه كبيره جدا من المسرحيات. البربري في استokholm، البربري في باريس، البربري في الهند، البربري في الجيش. وقيس على ذلك بقى نفس الفكره اللي خدها اسماعيل ياسين بعد ذلك. دي كانت النقطه اللي كانت موجوده. شخصيه البربري عثمان عبد الباسط، وساعات كان يبدل بقى عثمان الشيخ عثمان وبس، عثمان عبد الباسط كذا، بيبدل ده.